بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب في كل مكان، أحييكم من شبكة سلام الإعلامية، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. اليوم هذه هي الساعات الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الذين تقبل الله صيامهم وقيامهم وقرآنهم ودعواتهم، وكذلك أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا أمهاتنا وأمة الإسلام من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. موضوع اليوم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة سيكون لنكن قرآنيين ورمضانيين على مدار العام. هذا هو عنوان أو موضوع حلقة اليوم في برنامج مع اللغة العربية. ودعونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم: فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت، خالق السماوات والأرض، جاعل الظلمات والنور، وهادي الأمة إلى الإسلام ومنقذ البشرية وهاديها، على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبلغه التحيات العطرات في هذه الأيام والساعات المباركات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى بإذن الله. مشاهدينا الكرام، وحي هذه الحلقة هي من ملاحظات ومتابعات لما تؤول إليه مساجد المسلمين بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. خلال شهر رمضان المبارك المساجد تعج بالمصلين وتلهج ألسنتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، تلاوة وتدبرا وتفاكرا وجلسات فردية وجماعية، والصلوات المفروضة والتراويح والتهجد وقيام الليل، ما شاء الله تعمر بها المساجد أينما وجد المسلمون. ولكن مع الأسف الشديد بعد انقضاء رمضان تبقى المساجد مهجورة، والذين كانوا قرآنيين خلال هذا الشهر المبارك وقرأوه أكثر من مرة وفي واحدين تدبروه أكثر، فيهجروا هذا الكتاب مع الأسف الشديد. ولذلك أنا قلت من باب التذكير أن نذكر أنفسنا أولا، ومن نحب ومن ملزمين بأن نتذاكر وإياهم، لأن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فأحببت أن أذكر نفسي وإياكم لنكن قرآنيين ورمضانيين سلوكا بعد انقضاء شهر القرآن وشهر الفرقان. ولذلك حتى العلماء يشيرون على أن الذين وفقهم الله على صيام وقيام شهر رمضان تنعكس هذه المسائل في سلوكياتهم بعد انقضاء الشهر الكريم، وكأنهم يقولون: إذا لم تكن مستمرا فيما درجت عليه خلال شهر رمضان المبارك قراءة وصلاة وتعبدا والتزاما حتى في السلوك العام، فاعرف أن في ما مضى من صيامك فيه شيء مما ينبغي تداركه. ولذلك وليس هنالك ما هو أجدى وأنفع من أن تكون قرآنيا ورمضانيا سلوكا وتتبعا. ينبغي للمسلم أن يتردد على بيوت الله، وكما ورد في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وكثير من الأحاديث تحث بل تأمر أن يرتاد المسلم المساجد ويؤدي فرائضه كلها. هناك ما لم يكن موانع تمنع ذلك، ولكن بعض العلماء حتى الموانع إذا أنت تستمع إلى الأذان فما عليك إلا أن تتوجه إلى المسجد وتؤدي صلواتك المفروضة هناك. ولذلك ونحن في هذا الزمن العجيب خاصة نحن أولا التزاما بما جاء به الإسلام من تعاليم وإلزاميات،
لأن المسلم، أن تكون مسلما ليس كافيا أن يكون اسمك وتصوم كده لا، ينبغي أن تكون مسلم، أن تسلم أمرك كله لله، أن تكون حياتك. وكما جاء في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا أول المسلمين، إلى آخر الآية قبلها وبعدها. صدق الله العظيم. وبالتالي أن تسلم أمرك كله، أن تلتزم ما جاء به، وأن تتلو الكتاب والقرآن الكريم صباح مساء، لأنه هو دستورك الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، دعونا نتحدث قليلا عن فضل القرآن الكريم. في شهر رمضان الناس اعتادت تقرأ هذا القرآن، والقرآن الكريم قراءته بشكل مستمر ذكر فيه العلماء الكثير والكثير. ولذلك أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بأهمية مزاولة واستمرارية تأمل وقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول العلماء: القرآن الكريم هو الكتاب، أولا هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أنزل هذا الكتاب؟ هداية ورحمة للناس جميعا، وهو كتاب الله الخالد وحجته البالغة، وهو باق إلى أن تفنى الحياة على الأرض. وفيه أنزل الله عز وجل شريعته وحكمه التام الكامل. فكيف يكون الإنسان المسلم؟ والله مع الأسف الشديد هناك من لا يفتح هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من ذلك. يعني ما يشوف هو سنوي رمضان، كتاب الله ده يفتحه في رمضان. تخيل عزيزي المشاهد إن واحد مسلم ما يفتح كتابه اللي هو شريعته وحكمه ومنهاجه، وهو المعجزة التي نزلت على سيدنا محمد وأعجزت الإنس والجن جميعا. وبالتالي كيف يستقيم أمر المؤمن الذي لا يفتح القرآن، لا يقرأه بشكل مستمر ويتدبر معانيه؟ كيف تستقيم أموره؟ وأنت أصلا يعني طالما ارتضيت أن تكون مسلما، لأنه إن الدين عند الله الإسلام، وبالتالي لا بد أن تلتزم ما جاء به هذا الدين. واحدة من التزاماته أن تتبع من منهاج هذا القرآن. أن تتبع منهاج هذا القرآن لا بد أن تقرأه، وأساليب القراءة هي كثيرة. يعني أقرأه تعبدا، أقرأه تدبرا، أقرأه لمعرفة الأخبار التي فيه، أقرأه لأنه هذا دستورك يعني. والله سبحانه وتعالى تحدى الخلق الإنس والجن بهذا القرآن، كما ورد في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن ده فيه حكم وفيه تحديات وفيه معجزات. يا أخي أقرأ هذا القرآن عزيزي المشاهد، على الأقل لأنه حجة باقية وحجة بينة. انظر إلى إعجازاته اللغوية وتدبره والإعجاز العلمي والإعجاز اللغوي والإعجاز الفكري والإعجاز الحضاري، وكل ما في هذا الكون ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالواحد يعني أعوذ بالله من أن يكون هاجر القرآن الكريم، ينتظر شهر رمضان. أولا نحن ما عارفين شهر رمضان الجاي نلحقه ولا ما نلحقه، لأنه الأعمار بيد الله. وكيف يستقيم أمر المؤمن الذي لا يفتح القرآن؟ يعني حتى الصلوات التي يصليها، ولحكمة ما الله سبحانه وتعالى جعل صلواتنا الخمس 3 منا جهريات كلنا، عشان الناس تقرأ وتتدبر وتسمع وهكذا. فالذي لا يقرأ القرآن بشكل مستمر
تلاقيه دائما مركز في الصور المعينة كده يعني، وكأنه داري يمشي بها أمره. ولذلك لما تتشابه الأمور وتتضخم المسائل، والمتشابه يعني مسائل معروفة من الدين بالضرورة، تلاقيهم الناس جاهلين لأنهم لا يقرؤون القرآن. وبالتالي عزيزي المشاهد والمشاهدة الكريمة، القرآن الكريم فائدة قراءته، غير أنه أنت كمسلم ملزم أن تقرأ هذا الكتاب بشكل يومي. أعمل أي برنامج خاص بك وفق ظروفك، لكن أن لا تقرأ هذا القرآن بشكل يومي، أنا أعتقد أنه المسألة فيها خطورة على المسائل، يعني حتى الالتزاماتك الأخرى. ولذلك العلماء يقولوا في فضل وأهمية قراءة القرآن بشكل مستمر. فيه روح، والروح ما تحصل به الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وكذلك أن أوحينا إليك روحا من أمرنا. يعني الذي يقرأ القرآن دائما بشكل مستمر يتمتع بروح ويغشاه النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهو كذلك الهادي الذي يهتدي به الناس إلى الطريق القويم. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، إلى آخر الآية. فكيف الإنسان لا يقرأ القرآن إلا مرة في السنة وتتوقع منه أن يكون مهدى وهادي وفي نفسه يعني اهتدى وينبغي أن يهدي آخرين؟ ومن لم يهتدي لنفسه فكيف يهدي آخرين؟ وفيه شفاء ورشاد. قال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني أنت إذا مؤمن حقيقة، أول على طول أنت تنكب إلى القرآن الكريم. أنا أستغرب والله وحدين تلاقي في بيته مئات الكتب، ويقوم يحدثك عن قصص وأخبار وروايات وكتب تاريخية. لسنا ضد العلم، لا بد أن تقرأ، لأن الدين الإسلامي جاء للعلم، يحث على العلم، يحث على الاطلاع، يحث على الذخيرة المعرفية وهكذا. لكن يعني شنو الفائدة، أو كيف تبرر لدينك ولنفسك أنك تكون أنت قريت لك 30 40 50 كتاب، 100 كتاب، 150 كتاب، وأنت إذا ما فتح أمامك كتاب الله سبحانه وتعالى تقوم تتلعثم في القراءة وما تعرف تقرأ، ما تعرف. خليك من القراءات والتدبر والمعاني اللغوية والإعجاز اللغوي والإرشاد والأحكام والبيانات الموجودة. هذا دستورك بياناتك أنت. الدول تقول يعني الدولة ما عندها دستور، ما عند. لكل إنسان مؤمن هذا دستوره. يعني بالله كيف حتواجه ربك وكيف حيكون موقفك أنت ما تعرف تقرأ القرآن ده نهائي، وتكون أنت قاري لك مئات الكتب؟ شيء غريب شوية. ولذلك أقرأ ما شئت، لكن أعلم أنه هذا الكتاب هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب كتاب فيه حقائق، وفيه كتاب منزل من عند الله. وأنت لما تقرأ هذا القرآن بشكل يومي، غير المسائل اللي كنا نقولها، أنت تحاور وتتحدث يعني بكلام الله ولغة الله، وأنت تتحاور مع هذا القرآن. أحيانا أنت تكون ما قاله الأنبياء يأتي على لسان الرسل، وحتى الكافرون والمنافقون والإنس والجن وإبليس، وقول الله سبحانه مع أنه كل هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن يعني
في القصص المروية عن القصص الموجودة في القرآن الكريم. والله بين دفتي هذا الكتاب فيه الكثير والكثير وتطرقنا إليه، ولذلك هذا كتاب يعني فيه فصل وفيه صراط مستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم والذي لا تزيغ عنه الأهواء إلى آخر ما ذكرناه من أحاديث. ويقول العلماء إنه يعني ليس هنالك كتاب في هذا الوجود يمكن أن نصفه ونقول أنه كتاب مبين غير هذا القرآن الكريم. كل العلوم مختلف حول حتى المسائل العلمية، الليلة شيء وبكرة شيء آخر، غير هذا الكتاب هو كتاب مبين بائن واضح في دلالاته وفي ألفاظه وفي تعبيراته وفي قيمه ومعانيه ومثله وإرشاداته وأحكامه وتعليماته، لأنه كتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن العظيم عزيز المشاهد له منزلة عظيمة جدا، فهو كتاب هداية للناس وفيه سعادتهم، وله العديد من الأوصاف التي وصفها الله به، بالإضافة إلى أنه تعالى أقسم به دليلا على عظم شأن هذا القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، نطلع فاصل لثواني ونعود في رحاب هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، وموضوعها اليوم لنكن قرآنيين ورمضانيين على مدار العام، أي على مدار الساعة يعني. وأعود إليكم بعد قليل. وعدنا إليكم مشاهدينا الكرام بفضله ومنه، ونصلي ونسلم على خير من أرشد الناس إلى هذا الكتاب المبين وفصل فيه كل ما جاء به من لدن الله سبحانه وتعالى كخاتم للأنبياء والمرسلين، وفي نفس الوقت هو هداية للناس. فعلى المسلم أن يداوم تلاوة القرآن الكريم والإكثار منه، وهو بذلك يتبع سنة جليلة من سنن الإسلام. وقد بين الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم في فضل تلاوة القرآن، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يعني القرآن بالمناسبة لما تنطلق له يعني وتقرأه بتأمل وتدبر، التجارة الوحيدة التي لا تبور هي أن تتلو كتاب الله وتقيم الصلاة وتنفق مما رزقك. وشوف كتاب الله مقدم على كل، حتى مقدم على إقامة الصلاة والإنفاق، سواء كان سرا وعلانية. هؤلاء المؤمنين الذين يتلون كتاب الله ويقيموا الصلاة وينفقوا يرجون تجارة لن تبور، تجارة مضمونة 100%. والله يعني في معاملاتنا الدنيوية دي، يعني إذا قال لك التجارة دي رابحة 100%، سواء كنت تاجر ولا غير تاجر مثلا، وبالذات يعني فينكب عليها انكبابا مباشرا وقد تخسر في نهاية الأمر. إنما هنا الله سبحانه وتعالى يقول تجارة لن تبور، تجارة أصلا مضمونة 100%. وفي من فضائل القرآن الكريم إذا ما قرأت القرآن فأنك تتحصل على حسنات، وقراءة القرآن الكريم سبب لنيل الأجر العظيم. فمن قرأ حرفا من كتاب الله تعالى كانت له به 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء والله عزيز حكيم. وتنزل على قارئ القرآن الكريم السكينة، فتطمئن نفسه وتخشع، ويعلو شأن قارئ القرآن الكريم ونيله المكانة العالية الرفيعة التي لا تعطى لغيره. والله مهما حملت من من حملة الشهادات، من الشهادات العلمية يعني، والإسلام ليس ضد الشهادات، لكن دائما نشوف يعني
إنسان، وممكن تحمل الشهادات العلمية حتى في القرآن الكريم، يعني بروفيسور ودكتوراه وما إلى ذلك. هذا القرآن ده يعني إلى أن تقوم الساعة يمكن في آية واحدة أو في حرف يمكن أن تعمل أكبر دراسة علمية يعني. لكن فلنتخيل أنه في رجل حافظ لكتاب الله، وفي إنسان يحمل شهادات أكثر من شهادة علمية، ماجستير ودكتوراه وغيرها. نعم ذلك له مكانته، لكن أول ما يتقدم كده شوف قارئ القرآن الكريم، لأنه القراء وحفظة كتاب الله هم أهل الله وخاصته. وبعد أن تكون أهل الله وخاصته يعني شنو تكون الشهادات الثانية يعني أمام أنك أنت تكون من آل الله وخاصته يعني. فتلاقي الناس كلها بتوقر ذلك الإنسان. وأنا زي ما قلت الحافظ لكتاب الله، وزي ما قلت في نهاية مطاف، في نهاية الأمر يعني، وأنت تغادر هذه الدنيا، كل ما تحتاج إليه أن يأتي واحد على راسك ويقرأ لك شيئا من القرآن الكريم ليثبتك. والله الوقت ذاك لا تنفعك الشهادات، ولا تنفعك الخبرات، ولا المقامات التي كانت. أنت تحتاج فقط لمن يقرأ لك، وبعد ما تتوفى برضو تحتاج إلى هذا القرآن. فالسعيد من يقرأ عليه شيء من القرآن وهو في نهاية الأمر، في نهاية المطاف راحل إلى الآخرة. والسعيد كذلك هو من تعمر مجالس عزاء بقراءة القرآن الكريم. ولذلك القرآن الكريم يعني هذا شيء مفروغ من الحديث عنه، ولكن نحن نقول من باب التذكير، لأنه بنشوف الناس ينكبون في شهر رمضان المبارك في قراءة القرآن وزيارة المساجد والفرائض وغيره وغيره، وتعمر، ثم تجي يوم العيد المساجد تلاقيها والناس ذاتها خلاص القرآن ذاته ما بيقروه زي ما كانوا بتاع، وكأنه يعني حاجة سنوية كده، الدين ده بس جاي لشهر رمضان وخلاص وكده. فمن باب التذكير نحن نتحدث في هذه الحلقة إن الإكثار من تلاوة القرآن والمداومة على ذلك وتكراره أدعى لفهم معانيه. صحيح، في واحدين يقروا كتاب أكثر من مرة، يعني رواية ولا ديوان شعر ولا موضوع كده علمي وكده بتاع، فأدعى أن تقرأ أكثر من مرة كتاب الله. يا أخي دائما خلي برنامجك إنه أنت تقرأ، والله وحتى أنا أقول في الصلوات الجهرية يعني يا أخي أقرأ، شيل المصحف، أفتح الموبايل أقرأ يا أخي من السور، خش في النص كده وأطلع فوق هناك، ما تركز نفسك على الآيات في نهايات العناية الموجودة، هو كله كلام الله سبحانه وتعالى. لكن عشان يكون عندك أنت ديمومة واستمرارية في كتاب الله وتقرأه، يا أخي في صلواتك الجهرية أفتح الكتاب وأقدر من سورة البقرة وأقرأ وأمشي كده بتاع، هتلاقي نفسك ختمت القرآن بهذا الشكل. وأكبر جدا يعني كما ذكر أخونا فخري العالم الجليل الصومالي الموجود في مدينة ميلبورن، الشيخ موسى عيسى، يعني في صلواته الجهرية متعمد أن يقرأ القرآن بشكل متتالي، يعني يبدأ من سورة البقرة وإنت نازل. فلمن يصلي معه الصلوات الجهرية يختم القرآن سماعة، وهناك من يحفظ بالسماع، هذا غير الأجر وغير أنك أنت يعني في بيت من بيوت الله تتنزل عليك الملائكة ويذكرك الله في من عنده. الناس يا أخي لما يذكروك في مجالس، امبارح كنا والله قاعدين مع، قابلت معالي الوزير وما بعرف رئيس الوزراء، يا أخي مدير صغير كده لو قعدت معاه فتشعر بأنه وتتحدث مرات عن تجاربك وخبرتك وكده بتاع، فما بالك يعني أن تكون جالس في المساجد ويذكرك الله في من عنده. شنو تكون والله لو قعدت مع أكبر رئيس دولة في الدنيا دي في النهاية ما زالة. لكن أن يذكرك أول تتنزل عليك الملائكة ويذكرك الله في من، ويباهي بك الله سبحانه وتعالى الملائكة والخلق أنه انظروا إلى عبدي، وهكذا إلى آخر الأحاديث المذكورة في فضل زيارة
أن تكون من رواد بيت الله الكريم. ولذلك تكراره يعني أدعى لفهم معانيه وترسيخ مبادئ في النفس، وهي وسيلة لمعرفة الله والتقرب إليه. أنت تعرف الله من خلال هذا القرآن. أجلس وأحكي وأسأل، وبعدين ما أكثر الوسائل اليوم. أنت تقرأ ذاته أي آية كده تفهم معانيها، أكتب، حتلاقيها على اليوتيوب، حتلاقيها على الجوجل، حتلاقيها. ما أكثر ما يربطك بهذا الدين الحنيف من خلال استخدامك ليه بشكل مستمر، قراءتك له. يعني القرآن الكريم يوضح صفات الله سبحانه وتعالى، ويبين الحلال والحرام والأحكام التي يجب على المسلم أن يلتزم بها، كما أن فيه من القصص والأخبار ما يترك في النفس العظة والاعتبار من أخبار السابقين، وإضافة إلى الأهداف السابقة. فإن الهدف الأكبر من تلاوة القرآن الكريم هو نيل رضا الله سبحانه وتعالى وتحصيل الأجر والثواب. أي كتاب تقراه في هذه الدنيا يعني أنت لا تبتغي به وجه الله إلا القرآن الكريم. كل كتاب بتقراه من أجل حاجة معينة، الحاجة المعينة دي بتنتهي مع نهايتك، إنما الأجر والثواب هو الذي يرحل معك. ولذلك الحصيف هو الذي يقرأ، ما يرحل معه وما يمشي معه حقيقة يعني. ولذلك ودائما القرآن ذاته لما تقرأه بيهذب سلوكك ويقوم أخلاقك ويخليك إذا تحدثت الناس ممكن تستمع لك وتستمع للناس كويس وتفهم دينك. ولذلك يعني في هذا القرآن كل شيء متعلق بهذه الدنيا وكل شيء متعلق بالآخرة، وهذا هو المربط الأساسي، ما يربطك بالآخرة. العاقل من يعمل لدنياه وآخرته. ولذلك تقول المسائل التي بحثت فيها، بحث العلماء مسألة ما إذا كان تدبر آيات القرآن مقدم على كثرة التلاوة مع قلة التدبر. فمنهم من ذهب إلى أن فهم القرآن وتدبره هو الهدف الأساسي من تلاوته، وذلك لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهو الطريق الذي اتبعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كان يقف على الآيات متأملا متفكرا فيها ويستعيذ بالله من النار ويسأل الله الرحمة ويسبحه إن مر آيات تسبيح. وهذا أيضا منهج السلف في التعامل مع القرآن. وذهب فريق آخر، ذلك ما ذهب إليه السلف. فريق آخر ذهب إلى أن الإكثار من القراءة والسرعة فيها أفضل من قلة القراءة، إذ تزيد الحسنات التي تتحصل على القراءة. أما المفاضلة بين القراءة غيبا أو نظرا فللعلماء فيها آراء، لكن من يقرأ القرآن هو في كل الاتجاهات وفي كل الأحوال يطلع بهذه الحسنات والأجر والثواب. أنت أولا النية، إنما الأعمال بالنيات. أنت تقرأه لأنه كلام أنزله الله سبحانه وتعالى، وهذا بيانك وهذا دستورك وهذا شرعتك ومنهاجك. تقرأه بأنه أنت ملزم أن تقرأ هذا القرآن. يعني كيف؟ ما الصلاة عماد الدين، وبدون قرآن ما في صلاة. وبالتالي وهذا القرآن فيه كل ما ذكرنا قبل هذا وذاك. وبالتالي أنت ملزم أن تربط علاقتك بهذا القرآن علاقة مباشرة. وإذا قرأت تدبرا، وإذا قرأت برضو من باب القراءة، طبعا التجويد ده في محله، أنت مأجور أيا كان الأمر. وكثرة قراءتك لهذا القرآن حتى لو قريته من باب القراءة لأنك أنت ملزم أن تقرأه وهكذا وتحفظ وما إلى ذلك، مباشرة ستنتقل إلى التدبر، لأنه
القراءة الكثيرة حتفتح لك تساؤلات وحتخش في التدبر، تدبر المعاني وتدبر الآيات إلى آخره. وبالتالي فلنبدأ بالقراءة. تقرأ بشكل مستمر، أعمل أي مناسبة تقرأ في هذا القرآن. وفي فضل قراءة القرآن في الصلاة، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ القرآن في صلاته يبشر ببشرى عظيمة، إذ قال عليه الصلاة والسلام: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: ف3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. فمن قرأ في صلاته بآية واحدة كان ذلك خيرا له من حمر النعم. ومن قرأ في قيامه في صلاة الليل 100 آية كتب من القانتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. إن فضل القرآن عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة فضل كبير، ولذلك فلنجعل حياتنا كلها تسبح في بحر هذا القرآن الكريم. لا نكون يعني مسلمين مناسبات نرتبط بالقرآن الكريم فقط لما يجينا شهر رمضان ونزور المساجد ونصلي وكذا، وبعد أن ينقضي شهر رمضان تعود المسائل إلى ما نحن نتحدث فيه أيها المشاهد الكريم. وبالتالي فوائد القرآن الكريم له فوائد عظيمة بتنعكس عليك في هذا العصر الذي نعيشه. كثير من الاضطرابات والضغوطات النفسية والاقتصادية والسياسية، نحن محاطون بكمية من التحديات والضغوط اليومية القاهرة، فليس مندوحة، فليس لنا من أمر إلا أن نلجأ إلى هذا القرآن. لما تقرأ القرآن تشعر بطمأنينة وسكينة. وكما يقول العلماء: يساهم القرآن في بعث طمأنينة القلب، حيث يعيش من يحافظ على تلاوة القرآن الكريم وحفظ آياته بطمأنينة عجيبة، يشعر بذلك، يقوى من خلالها على مواجهة الصعاب التي تواجهه. فقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سورة الرعد 28. وذكر الله سبحانه وتعالى هو موجود في القرآن الكريم، والقرآن اسمه الذكر كمان. وليس هنالك أأكد لذكر الله سبحانه وتعالى. وكل الأذكار التي يلهج بها المسلمون هي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأقرأ القرآن، أنت تقرأ القرآن معناه ذاكر، تسبح الله وتحمد. يعني انظر إلى سورة الفاتحة مثلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا ذكر، وفاتحة الكتاب هي أم الكتاب، وفيها ما فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده. وعشان كده يسموها الشافية والكافية إلى بقية الأسماء. وأي سورة تقراها، أي آية، فيها ذلك الذكر الكبير. القرآن الكريم حتى يعني لما تقرأ القرآن الكريم فيه فوائد، يعني في واحدين يقروا من باب اللغة،
إذا كان القرآن الكريم كما تقول الكتابات جمع القرآن الكريم كافة مفردات اللغة العربية، مما يساهم في قوة اللغة لدى القارئ. الزول أول ما يبدأ يتكلم بالفصيح وكده بتفهم علاقته بهذا القرآن مباشر أول ما يبدأ يتحدث، لأنه يعيش مع آيات القرآن وما فيها من بلاغة محكمة وبيان عذب ولغة قوية تقوي بذلك لغته وتثري مفرداته، كما أنه يؤدي للشعور بالسعادة والفرح. أي سورة أقرأها حتى لو كانت متكرمة فيها شكل من أشكال التكرار، وكما يقول العلماء أي قصة وردت في هذا القرآن الكريم من أخبار السابقين، من أخبار الأنبياء والمرسلين، وردت في أكثر من سورة، كلها فيها إشارات جديدة تحتاج إلى من يجمع تلك الإشارات، وليس هنالك تكرار حتى في الآيات، ليس هنالك تكرار في القرآن الكريم. حتى المفرد ذاته يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكذلك في سور كثيرة تستشعر أن أنت تفتكرها مكررة يعني، لكن هي ما مكررة، لأنه الآية وزي ما بيقول الإمام محمد متولي الشعراوي القرآن الكريم متصل ببعضه. حتى لما تنتهي من السورة تبدأ بسورة الفاتحة، البداية بتاعت السورة الثانية مرتبطة بهذه بطريقة فيها قدر هائل من البلاغة والحبكة البيانية حتى من باب اللغة لو تحدثنا عنه. وبالتالي ليس هنالك تكرار، ولكن هذا التكرار هو يأتي لأهداف ومعاني مرتبطة يعني يدركها من يتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم ومداومة قراءته يساهم في انتظام علاقات قارئ القرآن الاجتماعية مع الناس من حوله حقيقة، حيث ينعكس نور القرآن على سلوكه قولا وعملا، فيحبب الناس إليه ويشجعهم على بناء علاقات تواصلية معهم. أصلا زول القرآن الكريم ده البقرة ما تلاقي إنه المجتمع ده لا يشقى به، بل بالعكس يعني الناس يلوذون إلى القرآنيين في كل الأحوال. كما أنه يساعد على التخلص من الأمراض المزمنة، حيث ثبت علميا أن المحافظة على تلاوة القرآن الكريم والاستماع لآياته يقوي المناعة لدى الإنسان. هذا ممكن العلماء يشرحوه أكثر، لكن هذه قناعة أنت يعني الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وصانع كل شيء، وبالتالي أنزل كتابه ليكون نورا وهداية في حياة الناس. وما هي المناعة؟ المناعة التي يعني حتى هذه الصلاة التي نصليها لو نظرت لها من الناحية العلمية، الفجر لماذا الفجر في ذلك الوقت تحديدا، والظهر لماذا، والعصر والمغرب والعشاء، كلها لو نظرنا إليها النظرة العلمية البحتة تلاقي فيها ما تلاقي. حتى الوضوء ده ذاته يعني العلماء لما يشرحوه من الناحية العلمية تقول فعلا إن هذا القرآن، إن هذا الدين الذي دستوره هو القرآن الكريم يعني فيه كل شيء. انظر إلى رجل يعني هو ملتزم ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن وكذا، وإلى رجل غير ذلك حتى لو كان اسمه من أسماء المسلمين، تلاقي الفرق كبير. صحيح هنالك شذوذ في يعني هنالك قد تكون في أشياء شاذة كده، يعني ما تلاقيه واحد ما ملتزم ما هنا، لكن تلاقيه ناجح في حياته. الله سبحانه وتعالى يعطي لمن يعمل في هذه الدنيا حتى لو كان كافرا،
خليك من مؤمن غير ملتزم يعني. لكن المسائل بمآلاتها في النهاية، يعني استمتعت في هذه الدنيا، جمعت ما جمعت، عملت كل شيء، في النهاية لا ينفعك إلا عملك الذي كنت تعمله وتبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرحل معك، وبالتالي يقوي المناعة ما في شك. آه سنتحدث بعد قليل، بعد فاصل، عن أضرار هجر القرآن الكريم. كل ده كنا نتحدث عن أنه كيف نكون قرآنيين على مدار الساعة وليس سنويا، على مدار يعني رمضان ليس مهرجان أيها المشاهدون الكرام، ليس مهرجانا للصوم ومهرجانا للتعبد وينتهي المهرجان والناس تمشي وكل واحد يعمل زي ما زي ما داير. أنا مرة أتذكر وأنا في القاهرة كنت في معاملة بنكية، والشيء بالشيء يذكر يعني، وخلونا شوية برضو يعني نحكي من الواقع يعني. فراجل كبير كده متقدم في العمر برضو قاعد يعمل معاملة بنكية، بياخد فلوس ويسحب وكده، ومعاملة البنت أو الولد، ما مش عارف، الموظفين في البنك يعني. فداير يستلم منا فلوس، فقال له بالكلام المصري، قال له بصي عديها قوي، قال لي عديها كويس يعني، عديها كويس يعني، ما الدنيا رمضان انا مش عايز حرام. فقال لي الدنيا رمضان انا مش عايز حرام يعني، ما تدينيش حرام بقى، عديها كويس وكده. فانا من باب المداعبه قلت له طيب يا حاج، قلت له ولو مر رمضان كيف يعني مثلا، يعني انت قلت لها عشان الدنيا رمضان مش عايز حرام، انا عايز حلال وعديها كويس وكده، وفي غير رمضان كيف؟ قلت له بالطريقه المصريه، قال لي ديك بقى بظروفها. قال لي ديك بقى بظروفها يا باشا، قال لي يعني. فسبحان الله، هنالك في الحياه ناس بهذا الشكل يعني، يلتزمون في شهر رمضان التزام كامل، اول يوم في العيد تلاقيهم بدوها ذاته بعنايه يعني. ف يعني ولذلك انه اهميه ان تكون انت ملتزم بتعاليم دينك مهم جدا، ولا يمكن ان تكون ملتزم بتعاليم دينك الا تكون ملتزم بهذا القران. وبرضه احترام اهل القران ده مهم جدا يا ايها المشاهدون الكرام. والله انت لما توقر وتحترم حفظة كتاب الله، ربنا يعني ينزل فيك البركة. وفي ناس بهذا الشكل، هو تلقاه ما هنا، لكن أول ما يلقى واحد من حفظة كتاب الله طوالي يبادلهم الاحترام والتقدير، لأنه هم ديل أهل الله وخاصته. يا أخي ما في أكبر من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ولما يكونوا ديل أهل الله وخاصته، أنت خلاص المفروض يعني يا أخي تواضع لهم وأرفع من شأنهم عشان ربنا يرفع من شأنك يعني. فاصل قصير ونعود نتحدث عن أضرار هجر القرآن الكريم والعياذ بالله. ها نحن وقد عدنا بحمد الله سبحانه وتعالى. فالعلماء يقولوا هجر القرآن الكريم يؤدي إلى كثرة الهم والحزن أو الحزن في قلب المسلم. أولا بتكون دخلت في الآية إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكيف تكون مسلما وأنت تهجر هذا الكتاب المبين؟ فالحياة مليئة بالمشاكل كما ذكرنا والهموم، ومن ابتعد عن نور القرآن لن يتمكن من الوقوف في وجه هموم الحياة. كما أن تركه يسبب إظلام النفس ووحشة القلب. الذي ليس في قلبه قرآن ده زول خاوي، زي ما ذكر في الحديث البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن هو البيت الخرب.
والنفس البشرية أهم من البيت. أنت إذا ما في جوفك وفي صدرك وفي عقلك شيء من القرآن الكريم، مش الآيات اللي 2 3 كده تصلي بها طوال، أول ما تقول ولا الضالين آمين طوالي تخش في الآية على طول، يعني الآية طوالي ماسكة يعني. يا أخي القرآن ده فيه سياحة، فيه سياحة لغوية، وفيه سياحة معجزات إلهية ومعجزات كونية، وفيه قصص وفيه روايات وفيه أحاديث، فيه إعلام وفيه اقتصاد وفيها كل العلوم. فخش يا أخي، يعني مما يؤسف له والله وحدين ما يعرفوا إنه ده قرآن ولا حديث نبوي شريف يعني. فأحيانا في الونسات العامة يقول لك زي ما قال الله سبحانه وتعالى، يجيب لك كلام ما في القرآن الكريم، لا في القراءات السبعة ولا في القراءات العشرة، وهو كلام منقول، يعني مرات يكون من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومرات ذاته مما حكاه العرب، ما عنده علاقة بالقرآن. يستقيم أمر هذا المسلم؟ هذا والله شيء يؤسف له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من هؤلاء. فالمسلم الحق الذي يقرأ القرآن بشكل مستمر، والله لو جبت له كلمة واحدة من داخل القرآن الكريم يعرف إنه ده قرآن، وتختبره. يعني هذه الكلمة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتختبره إذا جبت كلمة إلا في قراءات غير متداولة عنده مثلا، إذا جبت له، لأنه في كلمات تلقاها مختلفة تماما من القراءة اللي هو يعرفها مثلا. لكن أن يصل بالمسلم أنه ما يعرف أنه الاقتباس ده هو من القرآن الكريم، ولا هو مما رواه العرب شعرا ونثرا، أو مما ورد في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو من الحديث القدسي. أن يصل المسلم إلى هذه المرحلة، يعني اختلط عليه المسائل دي وممشي أمره وهو مطمئن. الغريب أنه كيف يكون مطمئن؟ والله حاجة يعني مما يؤسف له حقيقة. لما يصل المسلم هذه المرحلة من التوهان، أعرف تماما أن هذا الرجل ليس له علاقة بالقرآن الكريم، بل هو من الذين هجروا القرآن الكريم. ولما يكون الزول ما عنده علاقة بالقرآن ومن الناس الذين هجروا، فتوقع كل شيء، يعني خسر، قد تخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين يعني. وبالتالي لنجعل من أيامنا ومن حياتنا كلها دوما مرتبطة بكتاب الله والقرآن الكريم. ما قاعد نقول إنه خلوا الحاجات الثانية، الإعلامي وهو شغال، الاقتصادي، المحامي، المزارع، التاجر، والله كل ما ارتبط بهذا القرآن في مهنتك ذاته شغال بها بتكون يعني مجودة، سواء كنت إعلامي محامي. المحامي الذي له علاقة مباشرة بالقرآن الكريم تلاقيه مفهوم يعني من كلامه. صحيح هو ممكن يستخدم القوانين والمواد ويكسب القضية دي ويلحم في ديك يعني، وأفصح في دي ويضرب حق ده وده. لكن لما يكون هو رجل قرآني فما بيخش في قضايا بعدين هو حيسأل يوم يسألون الناس عن أصغر شيء، أقل شيء، يعني أي شيء مارسوه في هذه الحياة حيسأل منه، فما بالك بقضية وملف كامل مرتبط بحقوق وقضايا مصيرية، حياة وموت، يعني حدث ولا حرج. نحن نتكلم في مجتمع المسلمين يعني. لكن الذي في قلبه القرآن وكده بتاع، تقول لك حتى لو هو محامي وداير ذكر كلام الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والله في هذا القرآن كل شيء أيها المشاهد الكريم. إن كنت إعلاميا ستجد الإعلام
على أفضل وأقوى ما يكون. كنت محاميا كما قلت، كنت تاجرا، كنت نجارا، إذا كنت ميكانيكي بتاع سيارات، وحتلاقي وكل زول حيلقى حاجته في هذا القرآن الكريم، لأنه ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا تفتكر إنه القرآن ده هو فقط بالشيوخ لابسين حاجات زي دي. ما أنا لست شيخا، أنا رجل إعلامي أيها المشاهدون الكرام، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لنا علاقة بهذا القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى ولا نزكي أنفسنا أن يزيدنا علاقة وقربة بهذا القرآن الكريم. ولذلك ستجد في هذا القرآن كل شيء، لأنه ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي مهنة أنت شغال فيها هتلاقي نفسك في هذا القرآن الكريم، هتلاقي نفسك في هذا القرآن الكريم. بس أنت كيف تواصل قراءته وتتدبر معانيه، وحتلاقي والله لو كنت حتى يعني شغال في أجهزة الاي تي الجديد ده بتاعت تكنولوجيا المعلومات وكده موجود، لأنه قال ربنا ما فرط في الكتاب من شيء، ما فرط في هذا الكتاب من شيء، أي حاجة موجودة فيه. وبالتالي واحد ممكن يقول لك يا أخي أنا مهنتي كده وما حلاقيها في القرآن الكريم. حنقول له والله أنت ما قاعد تشوف القرآن وما متدبر معانيه وكده. وبالتالي انظروا إلى هذا القرآن واقرؤوه وتدبروا معانيه وخلوكم ناس قرآنيين. واحد مرة حكى لنا إنه عمل حبكة، وأنا مرة احتمال أكون حكيت يعني حبكة في المسلسلات والأفلام والحاجات دي، فطلع بحبكة بتاعت رواية يعني حاجة فظيعة ذاته، خلى الناس الشغالين في المونتاج والإخراج والسيناريست والحاجات والكتابة السيناريو وحبكة القصص والحاجات الكلام اللي بيقولوه ناس الدراما والحاجات. فجماعة قال لهم من أين لك هذا يا أخي؟ جئنا بحاجة جديدة ذاته ما لا قرأناها ولا شفناها في المدارس القديمة ولا المدارس الحديثة. فقال لهم فعلا دي حاجة جديدة. قالوا له من أين لك هذا؟ قال لهم من القرآن الكريم. القرآن الكريم؟ نعم. قال لهم من القرآن الكريم. من وين قال له في القرآن الكريم؟ زي الناس الروايات والمسلسلات بالمناسبة، قاعد نتكلم في الجانب في حبكة المسلسل وإخراجه وكده. قال لهم من القرآن الكريم. وين؟ قال له كيف؟ قال لهم سورة يوسف. أقروا سورة يوسف وشوفوا الحبكة الفنية القصصية اللي فيها، انتقال من حدث لحدث يعني بشكل درامي وبشكل تسلسل. بس نحن قاعد نتكلم في الإخراج. فقال لهم أقروا سورة يوسف شوف. وفعلا سورة يوسف، عشان كده ربنا قال في سورة يوسف ذاته نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم، وأرجو أن أكون ما غلطان في الآية. فأحسن القصص لابد أن تكون فيه الحبك أحسن، وأحسن معناها غير أفضل وغير أجمل وغير وهكذا يعني. فقال لهم انظروا بس اقروا سورة يوسف وتدبروها مظبوط هتشوفوا الحبكة الفنية منها أخذت ذلك. وعشان كده بنقول أي واحد ممكن يلاقي نفسه. الميكانيكي الذي يتعامل مع الحديد وهكذا، لما يقرأ قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، الميكانيكي له علاقة بالقرآن الكريم طوال حيتدبر يقول لك فعلا بأس شديد ومنافع للناس. وحتى العلماء يقولوا البأس مقدم على المنافع، لأنه بأس الحديد فعلا يعني حادث فظيع يعني قد يودي بالحياة، والمنافع للناس. فالميكانيكية عندهم آيات كثيرة يا أخي في سورة الحديد، والميكانيكي ده بيتعامل مع الحديد. أمشي الناس المزارعين هتلاقي برضو في صور للحشرات والحاجات. أقرأ سورة النمل
والنحل، وتدبر فيها القصص والمعاني. ولذلك أنا قاعد نعطي إشارات. ولذلك أي رجل، والله حتى لعيبة الكورة، الرياضيين، الرياضة موجودة في هذا القرآن الكريم. كيف تكون رجل فت ورجل رياضي محترم ورياضي ما شاء الله. وكثير من الرياضيين يعني الذين أسلموا والذين تمسكوا بالدين، يعني التاريخ حافل أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، إنه لما تتمسك بدينك وبقرآنك وتمارس هذا القرآن حياة وممارسة، بينعكس على مجالك ذاته. المعلم، المرأة، الطفل، الشباب، الشغالين في سوق الخضار وفي كل شيء، في المناجم وفي علم الفضاء، حتى الجماعة اللي بيطيروا ديل حياتهم كلها في الجو، والله موجود. العلماء ممكن يشرحوا لكم أكثر، لكن هذا تأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهجر القرآن الكريم يتسبب في ظلمة النفس ووحشة القلب، ويشعر المسلم الهاجر لكتاب الله بظلمة في نفسه، بالتالي تنعكس على سلوكه اليومي وعلى مزاجه العام. هجر القرآن يتسبب في قلة بركة الرزق، وبالتالي يشعر الإنسان بأن الرزق رغم وفرته باستمرار لا بركة فيه أبدا. ما ممكن أصلا بيت ما فيه قرآن كريم، الله لو رزقوك من حيث لا تحتسب، أنت ما ملتزم بهذا القرآن، والله دائما بتشعر، لأنه البركة منزوعة يعني، وتشعر بأن هذا الرزق غير كافي. لما تقرأ القرآن ولك علاقة بالقرآن الكريم، ف يعني كل شيء هتاخذه بقلب رضا، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا الرزق، وفي القرآن موجود كل الحاجات هذه. لكن هجره يسبب نفور في العلاقات الاجتماعية. لما تهجر القرآن الكريم بينعكس على سلوكك وعلاقاتك الاجتماعية واضطراب النفس والشعور بالتوتر، وينعكس حتى على علاقاتك داخل الأسرة ومع الأصدقاء وهكذا، وتستمر العملية، جيران وكل تكون إنسان كده. وقد وردت أحاديث كثيرة أيها المشاهدون الكرام عن فضل القرآن الكريم. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بالله يعني واحد ما معقول يكون آية من نفس الآية بيقرأها دائما، يعني حيجيب في الآية دي. ومما أذكر كمان، يعني زي ما قلت لكم حتى عند الرياضيين، يعني مرة كنت داخل أنا مباراة في الخرطوم، كانت بين فريق المريخ السوداني وفريق مصري، وكانت المباراة في استاد المريخ، يعني خلونا نونس كمان شوية. ف في الهاف تايم، يعني اللي هو في الشوط الأول، وبين الشوط الثاني والأول طبعا في بريك كده، في راحة يعني. وفي السودان كان ذلك البلد الحبيب يعني دائما بتكون وقت الصلاة يعني الاستراحة. فصفر الحكم، والميدان ده كله بدل كانوا 22 واحد هنا 11 وبتاع، ورجل الخط واللي في النص وكده، بين مجموعة من المصلين ينزلوا في الميدان. فالشاهد أنه يعني الإنسان لما يكون عنده علاقة بالقرآن الكريم، فبنعكس ذلك حتى في قراءته واختياره للآيات. فالإمام الذي أما الناس، وطبعا سوداني والمجموعة كلها سودانية، فبعد أن قالوا ولا الضالين والناس أمنوا،
على طول. والله أنا أذكر الكلام ده في الثمانينات. قال وقاعد يقرأ من القرآن الكريم، هو اقتبس هذا، يعني شال الآية دي، قال سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، من القرآن الكريم، أعتقد في سورة النجم لم أكن غلطان. فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وقال الله أكبر وركع على طول، وقد يكون استمر. فأنا انتبهت يعني قاعد يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، الله أكبر جماعة، الله أكبر. طبعا دي نفسهم يعني دايرين يهزموا الفريق المصري ده، وهكذا. وحتى عند الناس اللي بيشتغلوا في المغنى وكده بتاع، تلاقيهم برضو عندهم آيات من القرآن الكريم. يعني بالله أقرأ سورة الرحمن، شوف الترتيل والنغمة الموجودة في سورة الرحمن، بالذات لما تسمعها من ناس يقرؤون القرآن قراءة يعني فيها، يعني يتغنوا بالقرآن ويرتلون القرآن ترتيلا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام. بالله في أحلى من الكلام ده أيها المشاهد الكريم؟ احنا استمعنا للشعر وقرينا وكتبنا الشعر، واستمعنا حتى للموسيقى بمختلف مشاربها وهكذا، لكن والله العظيم هذا القرآن فيه كل شيء، حتى لهواة السلالم وعلم الأصوات. بالمناسبة القراء، في كثير من القراء درسوا علم الصوت، ودرسوا حتى النوتة الموسيقية كمان، ودرسوا المقامات، لأنه مقاماتهم لا تستقيم إلا بهذا القرآن الكريم فيه، والتجويد ذاته. وكثير من الناس الذين دخلوا إلى عالم المغنى وكده بتاع، بداياتهم كانت مع القرآن الكريم يعني. المهم يعني دارين نشير على أنه هذا القرآن الكريم فيه كل شيء، كل شيء فيه. أقرأ سورة التوبة والأنفال، والله كأنك قاعد تشاهد معركة حية بين الإيمان والكفر، كأنك تعيش تلك المشاهد. أنا والله كل ما قرأت سورة الأنفال والتوبة وكده، يعني بتشعر أنك بتشوف المشاهد أمامك هكذا يعني. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. بالله شوف مكانة القرآن الكريم. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بالله في أشرف من الحاجات دي؟ واحد لو حضر له اجتماع بتاعت علية القوم يقول لك والله حضرنا الاجتماع الفلاني وكده، وأنا سألت سؤال كده وقمت يعني سؤال، والزول اللي كان يجيب قال لي فعلا ده سؤال مهم جدا يا أخي، و يعني ده سؤال في الصميم يعني، وهكذا يعني. فتشعر بنشوة وتشعر بعناية. بالله تخيل لما تتدارس كتاب الله في مسجد في بيت وتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة
تتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة ويذكرك الله في من عنده. ليس هنالك أكبر من هذا المقام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ولام حرف، وميم حرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بالتالي عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنا سأتوقف هنا، وكنت أتحدث عن فضل القرآن الكريم في حياة المسلم. ذلك يعني مشاهدة لما تؤول إليه حالة كثير من المسلمين بعد انقضاء شهر القرآن الكريم في رمضان. فبقول يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رمضانيين وقرآنيين على مدار الساعة، على مدار السنة واليوم، يكون عندنا علاقة بهذا القرآن وقراءته ومداومته. لما تقرأ القرآن وتداومه كده، والله حيكون برضو قلبك متعلق بمكان القرآن. وين مكان القرآن؟ هو المسجد، ستعود إلى المسجد. وأنا بقول حتى لإخواننا، أقول لهم يعني مع ظروف الأعمال في بلاد الغربة والمهجر وفي البلاد غير الإسلامية والعربية، يعني ما تقول حسب ظروفي أنا ما قادر أقيم الصلاة الجماعية. فأنا بقول أنا لا أفتي، لكن أقول كل ما لقيت وقت تردد على المسجد، حتى إن شاء الله صلي لوحدك. إذا أنت مجبر مثلا ما قادر تلحق الصلاة الجماعية، لكن مجرد ما تنتهي وبقيت نفسك أول جاهد، اجتهد أن تصلي الجماعة مع صلاة الجماعة، الصلوات المفروضة. لكن لو قهرتك الدنيا وربنا كتب لك أنك أنت ما في طريقة، واحدين كمان والله سبحان الله ما يلقوا فرصة إنه يصلوا الجمعة، تلاقيه مرتبط بأعماله كده، ديك مسألة يفتي فيها العلماء. لكن أنا بقول إنه دائما حتى لو بعد فوات الأوان لقيت نفسك هناك، بدل تمشي البيت وهناك ادخل المسجد حتى لوحدك. تردادك للمسجد انت هنا الكلام الحديث اللي كنا نقوله. وادعو الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لك من امرك ان تصلي الصلاه الجماعيه في المساجد، ربنا حيفتح لك يعني، لانه انت بتدعو في بيت من بيوت الله يعني. وهكذا وكون قلبك متعلق بالمساجد حتشوف الخير وحتشوف يعني مفروغ منه. عزيزي المشاهد، انت لما تدخل المسجد بتشعر براحه نفسيه وطمانينه، تقول الحمد لله وكده بتاع. يا اخي ادخل المسجد وريح نفسك، على الاقل حتنسى همومك دي اللي معاك دي. وان كان الشيطان بيجيب لك طبعا الملفات الخطيره بتجي يعني ما هو الشيطان بيذكرك بحاجات من بين ايديك وخلفك بيجيك يعني، فبيجيك الملفات الخطيره ذاته النازيه ممكن تشرب. لكن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وانت في المسجد بالدوام، بالكثره وكثره الدوام، حتكون نفسك انت تشعر بطمأنينة وراحة وكده. لكن إذا كنت من الناس الذين لا يعتادوا المساجد لا في الجماعة ولا في شكل فردي، ففعلا الملفات كلها ممكن تدخل معك المسجد وتقول يا أخي أنا ما قادر أركز وكده وهكذا يعني. فاعتادوا المساجد، أمشوا المساجد حتى لو في أوقات، حتى لو ما فيها الصلاة الجماعية، ادخل المسجد وادعو الله وأقعد تشعر بطمأنينة، امسك لك اقرا حاجه يعني. فنكن قرآنيين ان شاء الله، عسى ولعل يعني تتحسن سلوكياتنا. نبدأ هكذا، ومؤكد انه بهذا القرآن عملا، قراءة وعملا والتزاما بما جاء به، ستتحسن امورنا ما في شك. لانه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مشاهدي الكرام، سأتوقف هنا، وآمل أن نكون يعني قدمنا ما فيه المفيد، ونذكر نفسنا وإياكم من جديد لنكن قرآنيين ورمضانيين على مدار الساعة. هذا وبالله التوفيق،
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب فقهنا وفقه أهلنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وسهل أمورنا في الحياة. أربطنا بهذا القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وشفاء صدورنا. احفظنا بالقرآن داخل البيت وخارج البيت وما بينهما. واللهم أعطنا فرصة لقراءته، هيئ لنا من أمرنا، وأعطنا كذلك عقلا لتدبره، وفي نفس الوقت العمل به. لكن علينا أن نجاهد، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، كما ورد في قوله تعالى: ليس كافيا أن تكون اسمك مسلم وتؤدي صلاتك بآيات معدودات كده بتاع، وأنت بمقدورك أن تقرأ هذا القرآن وتتدبر وتحفظ ما استطعت إلى ذلك. ليس كافيا أن تقرأ دائما آيات وتكون رمضان بس منتظر رمضان يجيك عشان تختم القرآن الكريم، ليس بهذا الشكل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير. هذا وبالله التوفيق. كنت معكم محدثكم في الإعداد والتقديم أحمد شريف، مع تحيات الزملاء والإخوة المسؤولين في قناة السلام الإعلامية، إشرافا وإخراجا وتحريرا، ولنا جميعا الأجر عند الله، ولكم أجر المشاهدة والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.